إلينا في الاستوديو الأستاذ الدكتور أشرف عبد الغفار القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ سامح راشد الكاتب والباحث السياسي، ومن واشنطن الدكتور توفيق حميد كبير الباحثين في معهد بوتومك للدراسات السياسية. مرحبا بكم جميعا. والسؤال للأستاذ سامح، يعني إغلاق طرق حيوية مثل كورنيش المعادي وإجازة رسمية في الدولة لتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، علق بعضهم ساخرا احنا نقعد في بيوتنا ولا ممكن نهاجر بره لغايه ما ينصب، ولا وبعد كده نرجع البلد. هل ترى هناك مبالغه في هذه الاجراءات ام ان هذا الامر طبيعي؟ في ظل الظرف الاستثنائي اللي مصر بتعيشه في هذه المرحله، والظرف الاستثنائي المرتبط بطبيعه شخصيه عبد الفتاح السيسي والسياق اللي جاء رئيسا فيه، فإن هذه الإجراءات تعد طبيعية وغير مستغربة. بمعنى أن الرجل ربما يكون بالفعل مستهدفا، ربما يكون الأمر يحتاج لأن له ثأر مع كثير من الأطراف، أو لكثير من الأطراف عنده ثأر لأسباب كثيرة متعددة، وبالتالي أطراف داخلية أم خارجية؟ داخلية وخارجية. أي رئيس هذا الذي يعني يخشى من مواطنيه أو من أبناء شعبه؟ الخطوة الضخمة المفصلية التي قام بها في 3 يوليو أوجدت بالفعل ثأر له مع أطراف بدأت داخلية، ثم الإجراءات التي تمت بعد ذلك عمقت هذه الفجوة. الأمر الآخر أنه أي رئيس بالفعل يستحق أن تجرى له إجراءات تأمين عالية ليس كأي فرد آخر، فإذا أضيف إلى ذلك تلك الاعتبارات الاستثنائية يكون ما يجري مفهوما أمر طبيعي في ظل هذه الخصوصية. يعني هو طبيعي في ظل هذه الحالة على وجه التحديد، مع بعض التساؤلات بالتأكيد حول بعض المفردات. يعني أنا لم أفهم، يعني على الأقل أنا درست العلوم السياسية، لم أفهم أن هناك تنصيبا لرئيس. أنا أعلم أن هناك تنصيبا لملك، لأمير، للحكم الذي يورث. أما أن يكون هناك تنصيب لرئيس، هذه المرة الأولى التي أسمعها. الأمر الآخر، ذكرت رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر اليوم أنه سيتم توقيع وثيقة لتسليم السلطة من الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى الرئيس الجديد المنتخب. هذه أيضا أمر غير مسبوق للمرة الأولى. توقيع الوثيقة أم تسليم السلطة؟ توقيع الوثيقة بالتأكيد. يعني أنا للمرة الأولى لا، أسمع مش بالتأكيد ولا حاجة. هناك من يتحدث عن عدلي منصور لم تكن في أيديه سلطة أصلا حتى يسلمها لمن يأتي من بعده. يعني ده عمليا، لكن أنت تتحدث عن توقيع الوثيقة حتى من الناحية الشكلية والإجرائية وليس من الناحية السياسية. ربما نجد إجابة لهذه التساؤلات عند الدكتور توفيق حميد من واشنطن، لكن قبل ذلك أطرح السؤال ذاته على الدكتور أشرف عبد الغفار. هل ترى الأمر مبالغا فيه أم هذه الإجراءات طبيعية للحفاظ على هيبة أو لاستعادة هيبة هذا المنصب الرفيع، منصب رئيس جمهورية مصر العربية، والذي تعرض للكثير من النيل والانتقاص من قدره خلال الفترة الماضية على مدى السنوات ال4 الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أتصور أن عبد الفتاح السيسي متخيل أنه ليس رئيسا بل هو فرعون، ويحس بهذا الإحساس الفرعوني: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أتصور أنه هذا كل الأوضاع ليست طبيعية. يعني أنا لا أتخيل حتى ما دخل مثلا الوضع الأمني أو هيبة الرئيس بإجازة تكلف خزينة الدولة مثلا 1.5 مليار أو 2 مليار جنيه مثلا. من أجل ماذا؟ سمعنا ناس يقولوا يستريح الناس في الصباح حتى يحتفلوا في المساء. هل هذا الأمر يعني ميزانية الدولة على خير وعلى خير ما يرام حتى نفعل هذا؟ أتصور أننا تنصيب، وكما قيل في كل مكان أن التنصيب للملوك وليس للرؤساء، فهو يستشعر أنه ملك أو أنه إمبراطور أو أنه والي، يعني نصب من الباب العالي الأمريكي مثلا يعني الإسرائيلي. ربما كان هذا الكلام ليصدق لو أنه حدث إقبال أكثر مما حدث خلال الانتخابات وتبدد أو تجلد بصدق شعبية عبد الفتاح السيسي. لكن هل تعتقد أن الرجل فعلا ما زال يشعر بهذا الأمر رغم الإقبال الضعيف الذي شهدته الانتخابات؟ هو يستشعر هذه المسألة منذ زمن بعيد، وتجد على وجهه السعادة البالغة حينما يتحدث أنه سيصبح رئيسا للجمهورية. هذا نوع من المرض، هذا نوع من شيء من هذا. لكن دعني أقول لك شيء، يعني هل هو يحاول بكل، الآن يستدعى سفراء، يستدعى مسؤولين من دول، يستدعى أشياء، وكل هذا يعني احتفالات وأجازات وتغييرات، ثم يقال لأول مرة في مصر. يعني أليس هناك رئيس جمهورية قبل هذا؟ أول مرة تنصيب.
أول مرة تنصيب، يبقى إذن هذا ليس رئيسا للجمهورية. انتهت رئاسة الجمهورية وبدأنا في مرحلة الملكية المقنعة أو مرحلة الفرعونية ربما الجديدة. نجد إجابة لدى الدكتور توفيق حميد من واشنطن. دكتور توفيق، أهلا بك. أنا أعتقد أن ما يجري الآن في مصر من احتفالات بالرئيس السيسي أو الرئيس الجديد القادم لمصر هو شيء طبيعي جدا، وبيجري في أماكن كثيرة لرؤساء دول. يعني مثلا أنا هنا أبعد بضع دقائق من الوايت هاوس أو البيت الأبيض الأمريكي، وحينما جاء الرئيس أوباما في المرتين كان هناك ما يسمى الاناجوريشن اللي هو احتفالية به، وكان هناك فوق المليون بني آدم منتظرين، وكل الشوارع تعطلت في ذلك اليوم لأنه يوم الاناجوريشن اللي هو الاحتفال. يوم الاناجوريشن أو الاحتفال، هل أعطي المواطن الأمريكي فيه في كل البلاد عطلة رسمية، إجازة رسمية بما يكلف خزانة الدولة كما يكلف في مصر بهذه الصورة في بلد يعاني أساسا من الفقر الشديد؟ كل من يعمل كل من يعمل في واشنطن نفسها ما قدرش يروح هذا اليوم، واعتبر بالنسبة له هذا اليوم واشنطن نفسها لا شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني واشنطن دي سي العاصمة في التوقيت مكان صغير جدا، عدد السكان فيه قليل جدا، لا شيء بالنسبة للولايات المتحدة. ما تنساش ده انت في القاهرة هم برضو في منطقة معينة محددة هي اللي فيها عملية الاحتفال، والناس اعتقد متفهمة لان في احتمالات. هي الخطورة جاية من ايه؟ ان تيار الاسلام السياسي لغته هي لغة العنف كما نرى في العالم اجمع، ففي احتمالات ان يستخدم عنف ضد احد الرؤساء. مش قضية حتى فقط الرئيس السيسي وبس، لا ده انت عندك رؤساء دول جاية يعني او عندك ناس مش موضوعنا لدول على يعني مستوى. أنا ربما يستغرب ضيوفي هنا مسألة إلصاق أي شيء بالتيار الإسلامي. يعني لماذا لم يتم تنصيب السيسي يوم السبت ببساطة شديدة بدلا من الأحد؟ يوم السبت أجازة في معظم الوزارات وفي معظم السبت معظم. هذه المشكلة أنه ليس أجازة رسمية في الدولة، ويوم الجمعة تستكمل الأمر وتبقى أجازة رسمية في الدولة بدل ما تكلف البلد مليار ونص تكلفه نص مليار بس. يعني هل هذا يتسق في رأيك؟ الإنفاق الداخلي للدولة هل يتسق هذا في رأيك مع دعوات السيسي للعمل والتقشف والناس تصحى الساعة 5 الصبح وتروح شغلها مشي وتقطع الرغيف 4/4 ومفيش وما عنديش وما اقدرش اديك؟ هل هذا يتسق مع هذه الخسارة الشديدة بالنسبة نعم يتفق. نعم يتسق يعني. ما أنا هقول لك ليه. نعم يتفق. لماذا؟ لأن الإنفاق الداخلي للدولة يشجع الاقتصاد. يعني لما ناس بتشتغل بتعمل حتى اللي بيعمل أعلام بيبيعها. الإنفاق الداخلي للدولة ليس مشكلة كبيرة، هي المشكلة لما تكون الإنفاق خارجي. لكن معروف حتى الحكومة الأمريكية هنا بتعمل ستيمولاس اللي هي إنفاق داخلي لكي تنشط حركة الاقتصاد. فأنا أرى أي إنفاق داخلي إنه ملوش هيكون أضرار كثيرة، لكن الضرر الأكبر إذا حدث لا قدر الله عملية اغتيال أو عملية إرهابية تمس أحد رؤساء الدول القادمين أو الممثلين للدول الكبرى القادمة. أعتقد هتكون كارثة لمصر. فأعتقد الموضوع لا يتحمل إلا أن مصر تنفق شيء زائد شوية أو يعني شيء من المال حتى تحمي هذا الاحتفال التاريخي. أرجو منكم أن تبقوا معي جميعا. يتولى السيسي رئاسة الجمهورية وفي انتظاره العديد من التحديات، بعضها كان سببا من وجهة نظر السيسي ذاته للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ويأتي في مقدمة التحديات تردي الأوضاع المعيشية لكثير من المصريين وتبدد كثير من الآمال التي علقت على ثورة يناير. طريق السيسي سيكون حتما مفروشا بالورود ومزدانا بالأعلام والبسط الحمراء في يومه الأول، لكن يبدو أن أيامه التالية لن تكون كذلك قياسا على ما ينتظره من ألغام سياسية واقتصادية وأمنية. دماء لم تجف بعد وجروح لم تندمل وعائلات فجعت في أحبائها وفلذات أكبادها وسجون تغص برجال ونساء وشباب بل وأطفال من مختلف الانتماءات ومظالم أخرى كثيرة يطالب أصحابها بالقصاص. جذوة الأمل في غد أفضل التي أشعلتها ثورة يناير تحد كبير يواجه السيسي، وقد تعرضت الثورة لانتكاسة لكن أعداد المؤمنين بها لا تزال كبيرة.
هذا على الأقل ما تنطق به هذه الحشود التي لم تفتر لها عزيمة منذ 11 شهرا. حشود عمادها شباب وطلاب كان غيابهم عن آخر مشهد انتخابي حافلا بالدلالات. السيسي بلا ظهير سياسي، مأزق نبه إليه بعض مؤيديه مؤكدين أن الشعبية لا تصنعها الفضائيات وحدها. وقد أظهر مشهد مقاطعة الانتخابات الرئاسية أن العمل السياسي وسط الجماهير لا يمكن تأجيله إلى الأبد. انقسام المصريين في عهد مرسي كان ذريعة قوية سوقت إعلاميا لتنفيذ الانقلاب. رحل مرسي لكن الانقسام تعمق وبات مهددا للنسيج الاجتماعي، كما أن المصالحة التي وعد بها السيسي لا تزال غائبة. غياب الأمن عن الشارع منذ اندلاع ثورة يناير هاجس آخر يؤرق جميع المصريين، هذا بخلاف الوضع المتوتر في سيناء والذي لا يكشف عن حقيقته الكثير. غير أن أخطر ما يواجه الحاكم الجديد من ألغام هو الكابوس الاقتصادي والبؤس المعيشي، فمطالبة المصريين بالتقشف لن تعفي من معالجة مشاكل مزمنة كالفقر والبطالة والفساد، ضمن أزمات أخرى تشير الأرقام الرسمية والتقارير الدولية أنها تعيق أي محاولات للتنمية. أعود إلى ضيوفي وسؤال للدكتور أشرف عبد الغفار. دكتور أشرف، يعني الإخوان المسلمون كانوا في الحكم في مصر، وكان منهم الرئيس محمد مرسي يتبوأ أرفع منصب سياسي في مصر وهو الرئيس، ومع ذلك هذه الأزمات الاقتصادية وصعوبات المعيشة ما زالت موجودة حتى اللحظة الراهنة، وهي تضاف كإرث وكعبء للرئيس الجديد. يعني ماذا صنع الإخوان المسلمين لحل هذه المشكلات التي بدلا من أن يسلموا إرثهم خاليا من المشكلات للرئيس الذي تلاهم سلموه دولة مليئة بالمشكلات؟ يعني أتصور أننا جميعا نعرف أن مصر مليئة بالمشكلات منذ أيام حسني مبارك، ثم بعد هذا المجلس العسكري أنفق أغلب الاحتياطي النقدي في الفترة التي كان يحكم فيها، ثم استلم، لنقول السؤال بطريقة أخرى، استلم الإخوان المسلمين أو محمد مرسي تحديدا استلم الدولة وهي في حالة انهيار شديد وحاول أن ينهض بها، ثم محمد مرسي لم يسلم الحكم لعبد الفتاح السيسي، بل عبد الفتاح السيسي اغتصب الحكم وسجن الرجل وأخذ البلاد تحت زعم أنه لا حياة ولا رزق ولا أموال ولا كهرباء ولا خبز ولا أمن ولا أي شيء، وإذا بالأمور تسير من سيء إلى أسوأ. هؤلاء الناس الذين خرجوا في 30 يونيو من أجل الخبز ومن أجل الحياة الكريمة ومن أجل المعاناة التي كانوا يعانونها من حكم محمد مرسي، الآن يعانون أكثر من ذلك، ولكنهم سكتوا بقوة السلاح، لأنهم هذا السيسي. يجب أن نفهم المعادلة الجديدة. السيسي قائد عسكري يتعامل مع هؤلاء المدنيين الشعب المصري كله أنهم كتيبة، أنهم أرقام، وليس لهم أكثر من هذا. كل من عاش في الجيش يعرف أن الجندي لا يساوي شيء عند قائده، يعرف أن المدني للأسف الشديد لا يساوي شيئا عند العسكري. هذه هي المعادلة التي ستحكم مصر في الفترة القادمة، أن السيسي سيفعل ما يشاء وهو فوق الحساب، وأن الضباط فوق الحساب، وأن من يقتل لا حساب عليه من الضباط، وكل هذا. طيب تقول إذن الوضع انتقل من سيء إلى أسوأ خلال الشهور العشرة الماضية؟ بالتأكيد. دعني أطرح السؤال على الدكتور توفيق حميد. السيسي أحد المسؤولين الرئيسيين عن ما آلت إليه الأوضاع الآن في مصر. هل تعتقد أن المواطن المصري الآن ظروفه أفضل عما كانت عليه الحال قبل عامين، قبل وصول مرسي إلى السلطة، أم لا؟ أنا أعتقد أن الأمور للأسف الشديد بتتدهور من وقت حتى 25 يناير حتى الآن، ولكن الأسباب واضحة. حينما ترى مظاهرات كل أسبوع مثلا تخرج، كانت فترة مليونيات وبعدها مظاهرات، وحينما ترى بعض المتظاهرين بيستخدموا عنف ويضطروا البوليس أن يستخدم عنف ضدهم، فيحدث مشاكل في العالم أجمع يعرفها وتقلل من السياحة. بالتالي حينما ترى عمليات إرهابية ضد مديريات أمن وذبح ضباط، أو عمليات حدثت ضد بعض السواح حتى في سيناء الكوريين، كل هذه الأحداث في النهاية
بتؤدي إلى ضعف الاقتصاد. فأنا أعتقد هناك ضعف في الاقتصاد ونزول، ولكن لا أستطيع أن أحمله للرئيس السيسي، أنا أحمله لهؤلاء الذين قاموا بالمظاهرات بصورة متتالية أثرت على اقتصاد الدولة، وهؤلاء الذين استخدموا العنف. الرئيس السيسي يتحمل المسؤولية منذ يتولى الرئاسة وليس قبلها. فأنا أعتقد الرجل ورث حمل ثقيل، والأمور ما أقدرش أقول إنها بتتحسن، ولكن يعني تفضل. لا يبدو معقولا أن يتحمل الإخوان أو يتحمل الرئيس مرسي مسؤولية التدهور الاقتصادي عندما يكون في السلطة وعندما يترك السلطة. هل هذا معقول؟ يعني هذا الكلام 10 شهور أو 11 شهرا تقريبا منذ لا أنا لا أحمل إزاحة مرسي هذا، منذ إزاحة مرسي 10 أنا شهور كنت أو أتكلم 11 بصورة شهرا. عامة على السيسي هو رجل المرحلة أو الرجل الأول تقريبا في الدولة، ومع ذلك أنت لا تحمله المسؤولية. يعني كيف هذا؟ ما هو في احداث العنف زي ما بقول لحضرتك مأثره في الاقتصاد. لو دول بطلوا العنف، السيسي وغيره هيقدروا ياخدوا قرارات للدوله ايجابيه تحسن طيب ولو ما بطلوش العنف، طيب خلال السنوات الاربع القادمه اللي هم فتره ولايه السيسي المنصوص عليها في الدستور، ماذا يصنع؟ تظل البلاد تتدهور من سيء الى اسوأ؟ ما هو ده التحدي. ما احنا شفنا العراق بتتدهور، لكن احنا لا نريد ان نكون مثل العراق، ولذا اعتقد ان الرئيس السيسي سيضطر الى اخذ اجراءات صارمه جدا لحمايه الامن في البلاد ومنع ماذا يصنع؟ السيناريو. ماذا يصنع؟ خلينا في تفاصيل عشان نبقى فاهمين. الرئيس معه إرادة شعبية، ولكن أنا بقول إذا اضطر لهذا أنا أرى المظاهرات في حالة انحسار. يعني لا شك كل من أعرف في مصر يقولون لي أن المظاهرات في حالة انحسار، وأن الأمر بدأ تحت السيطرة لدرجة كبيرة. هناك من لا تعرف يقولون عكس ما تقول. يعني هل إذا استمرت المظاهرات ليس في انحسار، ويعني من يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف؟ تقول هناك إجراءات أكثر صرامة ستحدث، ما هي تلك الإجراءات في رأيك؟ والله أنا أعتقد أنه هو هيبدأ يتخذ مواقف ضد كل من يدعو للتظاهر أو يدعو للعنف بصورة تكون أسرع. يعني ممكن الأحكام القضائية ما تاخدش مثلا مدة طويلة، تبقى أسرع من كده. هتبقى ازاي؟ يعني الأجهزة المخابراتية أحكام القضاء بالإعدام على المئات، أكثر من 1000. يعني مصر ضربت الرقم القياسي في أحكام الإعدام. هتبقى ازاي؟ يعني أنت يعني اقول لك ازاي مثلا التكنولوجي المخابراتي ممكن يتطور بدرجه ان هم يقدروا يدرسوا هذه الاشياء في مراحل متطوره، في مراحل ايرلي او متقدمه، بحيث يمنعوها من الحدوث. يعني انت هنا مش ما تنتظرش الاحداث تتم. فانا اعتقد بمجرد ان ياتي الرئيس السيسي للسلطه انه هيبدا منظومه، لا يعني انه هو ينزل يضرب في الناس، لا، بل يعني ان تحسن الاجهزه المخابراتيه، تحسن التكنولوجي المخابراتي. ثم لا تنسى، بس اعيد لنقطتي الاولى وهي اهم شيء، ان مرسي حينما ترك الدوله تركها وطوابير البنزين بالكيلومترات. يعني من يتكلم عن عدم دوره فيما يحدث لقد يعني اخذ لاستدانه بالمناسبه المسؤول عن توزيع المواد البتروليه في اغلب الشركات المسؤولة عن توزيع البترول هم لواءات وهم ضباط جيش، ويعني شركات تابعة لأناس مرتبطين بشكل أو بآخر بالقوات لما كان في السلطة خليني أسأل الأستاذ سامح راشد، قدر يشيل رئيس الدفاع، ما شالهمش ليه؟ يعني هو قدر يشيل وزير الدفاع نفسه. الأستاذ سامح راشد ليه ما شالش الناس دول لو دي الحقيقة؟ طيب خليني أسأل الأستاذ سامح راشد عن الأسبوع الأول لعبد الفتاح السيسي. برأيك من أين سيبدأ؟ يعني لو سمحت لي في نص دقيقة، يعني أنا عايز بس أعلق على الجملة الأخيرة من كلام دكتور توفيق. أنا معه تماما. ليه مرسي ما شالهمش دول؟ يعني ده سؤال مطروح في كل ما ينطبق عليه الأمر فيما يتعلق بفترة العام من حكم محمد مرسي. ليه ما عملش؟ ليه ما عملش؟ هو شال ناس كتير، بس يعني يبدو أن القائمة كانت أطول مما يستطيع. كلنا يعلم أن ما قام به كان نذرا يسيرا لم يكن يكفي، لا يسمن ولا يغني من جوع. فلازم نتفق على كده. الأمر الآخر، عندما يأتي عبد الفتاح السيسي رئيسا، هو لن يستحضر الهاي تكنولوجي اللي بيتكلم عليها دكتور توفيق، مش هيجيبها في جيبه وهو جاي. يعني المفروض ان في اجهزه في الدوله، في وزاره الداخليه، في والمفروض مؤسسات الدوله تعمل بصرف النظر عن الرئيس الموجود. الامر الآخر أن المنظومة القائمة حاليا هو ليس بعيدا عنها، فهذا يعني اتهام مباشر، وأنا أؤيد هذا الاتهام لا أرفضه، للحكومة الانتقالية أو المؤقتة اللي موجودة، أنها قصرت
إن لم تكن أهملت في حفظ الأمن وفي تلبية مطالب الجماهير. يعني هل هذا وفي الأمر مقصود مثلا حتى يبدو السيسي وكأنه المنقذ الذي بمجرد أن تبوأ منصب الرئاسة كل شيء ضبط؟ لا أدري إن كان ذلك مقصودا أم لا. أنا أتعامل مع يعني أمر هو أصلا واقع. كان هو نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية. يعني هذه الأمور في صلب اختصاصي، إذا حسب أحد على إهمال هو الذي سيحاسب على ذلك. لكن الرجل يقول وكان يقول دائما أنه لا يتدخل في أي عمل يفهم منه أنه يدخل نفسه أو يقحم نفسه في أمور يا أستاذ الدولة. الرجل أنا متفهم ما وزير تقول. الدفاع نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن، إذا حدث خلل في الأمن على مدى الشهور الماضية ولم يستحضر التكنولوجيا اللازمة لضبط الأمن وقصرت الأجهزة التابعة له في العمل فهو المسؤول عن يا ذلك. سيدي دعنا نفترض أن الرجل كان أكثر حساسية لوضعه بسبب الاتهامات التي كانت توجه له بأنه هو الرجل الأول كما أنت أشرت، فكان يحجم عن التدخل. في النهاية هناك مسؤولية مباشرة على الرئيس المؤقت وعلى وزارة الداخلية. في أي دولة في العالم تحدث بها أعمال العنف التي وقعت، تحدث فيها المظاهرات التي جرت وعملت بعنف وقسوة، تحدث فيها الانتهاكات الأمنية بحق المتظاهرين والمواطنين العاديين، لا يبقى وزير الداخلية فيها طوال هذه الفترة، بل كان يجب أن يقال مباشرة. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الماضية. أرجو منكم أن تبقوا معي. قدم حزب الاستقلال مبادرة قال إنها لإخراج مصر من أزمتها، وأبرز بنودها عودة القوات المسلحة المصرية إلى ثكناتها ورفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يده عن الصراع السياسي. يضاف إلى ذلك إلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة وخارطة الطريق، عودة المسار الديمقراطي بإعادة دستور 2012 وتعديله بعد إجراء انتخابات برلمانية، تشكيل مجلس رئاسي مدني له كافة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 2012 برئاسة محمد مرسي، وعضوية 6 أشخاص 4 منهم يمثلون التيارات الليبرالية والإسلامية والقومية واليسارية، وعضو واحد يمثل المؤسسة العسكرية، وشخصية مستقلة لها خبرة دستورية وتحظى بموافقة الجميع. ويتخذ المجلس قرارات العودة إلى المسار الديمقراطي، ويناط به عملية إعادة تسليم السلطة وحسم مسألة عودة الجيش إلى ثكناته وانسحابه من العمل السياسي والحزبي، واستكمال محمد مرسي فترته الرئاسية، ويتولى المجلس سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب. قراراته غير قابلة للطعن لأن مؤسسة القضاء زجت بنفسها في الصراع السياسي. عودة إلى الضيوف مجددا، والسؤال للدكتور توفيق حميد، كيف ترى هذه المقترحات؟ أنا أعتقد أنها مقترحات مش واقعية، يعني باختصار شديد، إنك تطالب بكل هذه الأشياء في الوقت الحالي بعد ما اتعمل دستور جديد وبعد ما جه رئيس جديد شيء ممكن يبقى نظري، لكن من حيث الواقعية أنا أراها بعيدة جدا على الواقعية. ولكن اسمح لي سيدي ب10 ثواني فقط أقول نقطة هامة، أن من حيث السكيورتي في الدولة أو حماية الأمن الدولة، أنا أرى أن برغم أن وجود أحداث عنف، ولكن ما يهمني أنا كباحث هو الكيرف بتاعها أو المنحنى، هل هي في تزايد من يوم ما بدأت ولا في تناقص؟ وأنا أراها في تناقص، مما يؤكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور جيد جدا، لأنها بدأت عنيفة جدا والآن هي في مرحلة تناقص. فهذا ما يهمني وليس فقط وجود أحداث عنف. فأنا أحب أن أوضح هذه النقطة، أن المنحنى طالما في تناقص يبقى هناك كفاءة الأمنية، أنا أراها من أحسن ما يمكن. ولو حدث في أي دولة أخرى مثل هذا الكم الهائل من الأشياء زي في العراق مثلا، يعني مثلا العراق وأفغانستان كان في كنترول بالأمريكان في وقت على الانتخابات أو سيطرة، ومع ذلك تمت عمليات إرهابية أثناء العملية الانتخابية، في حين الانتخابات المصرية تمت على مستوى دولة كاملة فيها 90 مليون نسمة ولم تتم عملية إرهابية واحدة. أليس هذا بنجاح للأجهزة الأمنية؟ دعني أناقشها مع ضيوفي هنا في دقيقة لكل ضيف. دكتور أشرف. يعني هو عفوا الدكتور توفيق حميد يناقض نفسه، يقول الإرهاب في مصر ولا بد أن يتخذ السيسي إجراءات عنيفة وشديدة حتى يوقف هذا الإرهاب، ثم يقول الانتخابات تمت في هدوء تام ولم تحدث أي مشكلة، وأن الإرهاب يحدث. الإرهاب هذا حلم في ذهن بعض الناس، نحن لم نرى هذا الإرهاب الذي مارسه المواطنون الأبرياء الذين ينزلون بسلمية كاملة في المظاهرات كل يوم صباح مساء وكل جمعة بمليونية. إنما من الذي يمارس الإرهاب؟
القوات المسلحة وقوات الشرطة والسيسي ومحمد إبراهيم هم من يقتلون الناس. قل لي من قتل من ضباط الشرطة، قل لي من حدث. قتل من ضباط الشرطة قتل أفراد من ضباط وهجمت الشرطة مديريات 1 الأمن على 1000. وقتل ضباط من القوات المسلحة طيب في سيناء. أنا أسألك سؤال لو سمحت. أو عساكر من القوات الآن المسلحة في قيل سيناء. أن مش عارف جماعة أنصار بيت المقدس هي التي فجرت الدقهلية، مديرية أمن الدقهلية، وفجرت مديرية أمن القاهرة. كده كل شيء يلصق ببيت المقدس، لماذا لم يقبضوا عليهم؟ أين هم؟ قوات يعني ما تسألنيش أنا، أسأل وزير الداخلية. هذا هو السؤال الذي يتحدث فيه الدكتور توفيق، وأنا أتعجب واحد يعيش في أمريكا ويتحدث عن اللاديمقراطية وعن القمع ولا بد أن يأتي الرئيس بكذا وكذا. إذا كان هو يقول أن الإجراءات الأمنية تتحسن، أين المجرمون الذين فجروا مديرية الدقهلية، مديرية أمن الدقهلية؟ أين المجرمين الذين فجروا مديرية أمن القاهرة؟ يعني تعني أن عدم إلقاء القبض عليهم يمكن أن يفجر موجات جديدة من العنف مجددا إذا كان هناك؟ لا، أعني أنها قصص وهمية اصطنعتها الداخلية. أستاذ سامح راشد. لا بالتأكيد في عنف، لا أسميه إرهابا بالمعنى الدقيق للكلمة، مع التسليم بأن تعريف الإرهاب جدلي وغير محدد حتى الآن، لا يحظى بتوافق لا إقليمي ولا عالمي، ولكن هناك عنف وعنف سياسي ومسلح في كثير من الأحيان، وإن كان حتى الآن يستهدف بالفعل الشرطة بعض المنشآت الرسمية ولم يوجه حتى الآن، وهذا يعني بحد ذاته أمر يحمد. طب إلصاق تهمة الإرهاب بصورة آلية أو العنف السياسي هذا بجماعة الإخوان المسلمين وإلقاء القبض على أعضاء والحكم عليهم بالإعدام بهذه السرعة الشديدة، هل هذا منطقي أو معقول في دولة تريد استقرار؟ لا، دي يعني البعد السياسي في إلصاق التهمة تلقائيا خصوصا في وسائل الإعلام بجماعة الإخوان أو بغيرها من فصائل التيار الإسلامي، يعني أمر يعني غير مقبول وغير مفهوم وغير منطقي، والعالم في الخارج يعني يضحك علينا في هذا الشأن. فيما يتعلق بالأحكام، يعني القضاء نفسه يعلم جيدا أن تلك الأحكام الغيابية سيتم نقضها وستعاد مرة أخرى. النقطة المهمة هنا والمفصلية أن الأمن ليس الأمن السياسي فقط، هذا هو ما يجب أن نقف عنده. المسألة ليست في انحصار المظاهرات، بالفعل انحصرت ولو نسبيا، ولكن هذا لا يعزى فقط لإجراءات أمنية وإنما للعنف الأمني، والأهم من ذلك أن هناك تقصير أمني واضح في الأمن الجنائي والأمن العام الخاص بالمواطن، وهذا هو أصل الأمن وليس الأمن السياسي. سامح راشد، أشكرك شكرا جزيلا، الكاتب والباحث السياسي، وأشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أشرف عبد الغفار القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد توفيق حميد كبير الباحثين في معهد بوتوماك للدراسات السياسية. قانون